سلام للجميع، رجعت فيديو جديد ووصفة جديدة. إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. عندنا 3 وصفات إن شاء الله تعجبكم. قبل بداية الفيديو ما تنسوا تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. 3 وصفات هما تحلية كما راكم تشوفوا فيها. عندنا عصير يعني بالقارص والبنان تجيكم علامة، وعندنا كفتات أو المثوم بطريقة جد سهلة وسريعة ويجيكم تحفة علامة، صدقوني. جربوا هذه الوصفات وإن شاء الله تعجبكم، ونبدو على بركة الله. بسم الله. أول حاجة واش ديت هنايا، درت المقلة تاعي، درت فيها زقرون فلفل حار، درت فيها ما بين زبدة وزيت، درت راس بصل رحيته مليح، وعندي ورقة رند، ودرت معها زقيشة تاع دجاج. أي عندك أي كيما قلت لكم أي قطعة، ماشي شرط تكون قطعة كبيرة تاع اللحم. درت فلفل أكحل والكركم وتوابل الدجاج، هذه هي والملح. فقط درت هذه 3 مكونات، ونزيد عليهم فص تاع الثوم يكون كبير، نسكرفجهم مليح مليح، ونقلبهم يعني نقليهم مليح 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 مليح. كنا نقليهم نمرقهم بالماء الدافي، مش ما سخون، معني بالماء الدافي. وعندي هنايا كمية من الحمص طايب ماهوش يابس. اذا كان ني سكري عليها شوية كيكوط. المهم انا ديما كي نعود ندير عندي هكا وصفه لازم نطيب لي الحمص من قبل، ونكون جدته من قبل يكون مدسات. هنا جبت كميه من اللحم يعني في هنداشي، درت 2 فصوص ثوم، درت دبشه، درت نص راس بصل ربيته حتى هو، نزيد عليها الملح، فلفل اكحل كما قلت لكم، درت ملح وفلفل اكحل، ودرت شويه فاح. بالنسبة للمرقة هنايا مرقتها بالماء الدافي كما قلت لكم، وخلها تطيب على راحتها، قيس ما يطيب لي هذاك اللحم وهذاك الحمص يدخل في بعضه مع المرقة تاعه. نرجعوا اللحم تاعنا فيونداشي، ندير عليها 2 مغارف كبار خبز مرحي يكون محمساته من قبل، وندخلوا المكونات الكل في بعضها مليح مليح. بعد ما ندخلها نزيد عليها حبة بيض حسب الكمية. انا درت حبة بيض يعني صغيرة ماهيش كبيرة. وبعد ما ندخله مليح 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 ندهن يديه بالزيت. اذا حبيتي ديريه كريات ديري، اذا حبيتي ديريه كما درت انا توكي على شكل مستطيله كما راكم تشوفوها، على شكل حربوش صغير كما هكا. نكمل الطريقه هذه ويني. كما قلت لكم لازمني نحربش مليح مليح، وحتى وين نكمل الطريقه. ومن بعد راح نرمدهم عفوا نرمدهم في الفرينه. ومن بعد مباشرة راح نقليهم في الزيت، يعني ما تبقاش نقول حنايا مباشرة نقليهم في الزيت كما راكم تشوفوا. نقليهم في الزيت ونشوف هذيك المرقة تاعي يعني طابت وقريب تتلبى. يعني مباشرة راح نلوح هاك البولة تاع اللحم كما راكم تشوفوا. يعني قيس 10 دقائق، أقل من 10 دقائق، 7 دقائق، 5 دقائق، فيما يدخل اللحم بهذيك المرقة تاعي. يعني نطفي عليها النار مباشرة. واذا حبيتي تزيدي عليها الفرماج، زيدي عليها كريم فريش. انا حبيت نكتفي بهذا القدر، يعني جاتني مرقة خضراء وحمص طايب واللحم جاني علامة. وهذه هي النتيجة في صحن التقديم ان شاء الله. يعني جاتني صدقوني هذه الكفتة يعني ولا المثوم جاني علامة علامة علامة. نروحوا للوصفة الثانية، هي التحلية. مكانش ابسط منها، مكانش اسهل منها. نعرف ان كل شيء موجود في داركم. اول حاجه واش ندير المول الاسطوري، راني درته في المول الاسطوري هذا واني. نجيب البسكويت، اي بسكويت عندك ديريه، راح نديره في الحليب ولا ديريه في القهوه كما حبيتي. راح نديره بهذه الطريقه، يعني واحده على واحده. وما بجهه الثانيه الطرف الثاني كصغير راح نكسر كل البسكويت، نكسره ونستفهم كامل. ونعاود ندير الطبقة الدوزيام، يعني ندير 2 طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية. نشمخ مليح بالحليب، ويعني ونزيد وندير الطبقة الثانية. وبالنسبة للكريمة الثانية ندير 2 كيسان حليب، معناها نص لتر حليب. ندير عليهم علبة كاملة تاع فلو
شيكولا، معناها كي حبيتي تبدلي فراولة ولا حبيتي تبدلي فلو كراميل، الاختيار يرجع لك. المهم ندير عليهم مغرفة كبيرة كاكاو، وندير عليهم 2 مغارف كبار نشاء. راكم تشوفوا هنايا نشاء، يعني ما قدمتش المقلة مليح الجميلة، ما قدمتهاش الكاميرا، ما راني نحكي لكم كيما راني نقول لكم. المهم درت زوز كيسان حليب، معناها نص لتر، واحد فلون شوكولا، 2 مغارف كبار نشاء، ودرت مغرفة كبيرة كاوكاو، ودرت 50 غرام شوكولا. بعد ما طيب يختار لي هذاك الخليط تاعي، نزيد عليهم 50 غرام الشوكولا مباشرة، راح نرميها في هذيك الشوكولا. وهنايا هذه درت كاختياري، درت عليهم 2 مغارف كبار كاوكاو مدشش ومحمس، يعني محمس مدشش في هذاك الخشين، يعني ريحته فوق الرب والخشين، خليت القطع تاع الكاوكاو كبيره، باش كي تعودي تاكلي في التحليه تجيك هذيك شكولوا لها الكاوكاو، يعني ما شاء الله يجي. بالنسبه للكريم هنا درت شانتي، يعني طلعتها كامل. راكم تعرفوا الشانتي نديرها في كاس ماء بارد، كاس ناقص نص صبع ماء مثلج، نطلعهم مليح مليح، درتهم في بوش كيما هكا، يعني راح نديرهم ساير داير كيما راكم تشوفوا كامل. هاكم تشوفوا هنا درتهم. عندي هنا شيكولا مبروشه، هنا برشتها، وكتزيين فقط. تقدري ديري كاكاو، تقدري ديري اي حاجه ديريها من الفوق للتزيين فقط. هذه هي كانت تحليتنا النهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم التحليه اليوم في الامور الاسطوري، جربوها وتنال اعجابكم ان شاء الله. بالنسبه للعصير، هذا العصير لازم تجربوه، والله يصدقوني الطعم تاعه ولا اروع، ما شاء الله ما شاء الله. اول حاجه اديت كاس حليب، راكم تشوفوا كاس حليب، درت حبيبه تاع بنان، حبه بنان. وبالنسبه للعصير تاع القارص، عصرت نقول احنا رحيت 3 حبات قارص، 3 حبات قارص رحيتهم وصفيتهم مليح. درت معاهم كاس نقص 3 صباع من السكر، درت قشور تاع البرتقال القارص، ومن بعد ندير عليهم إيطرا ماء بارد، إيطرا ماء بارد. انا ما اكتفيتش بالايطره كامل، نقصت منها كما راكم تشوفوا، نقصت، اكتفيت غير بالحليب والموس تاع قارص، يعني نرحيهم مليح مليح مليح. اذا حبيتي تصفيهم صفيهم، اذا حبيتي خليهم كيما راني درت نايا، يعني سيبو. هذا هو كان العصير تاعنا، صدقوني الطعم تاعه ما شاء الله. اذا حبيتي ديري الفاني ديري في بلاصه الفاني، كان حبيتي ما ديريش ما ديريش. المهم هذا العصير تاع نهار اليوم، والله يصدقوني الطعم تاعه ولا اروع. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفات الثلاثه، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. ما علي ان شاء الله نقولكم فيديو جديد ووصفه جديده، وصحه فطوركم كامل، والى اللقاء، سلام.